الأخيرة بدأت الناس تخوف الناس قوي من الكارما، وتديها هالة او تديها وضع يعني مختلف عن اللي هي بتحمله. فحبيت بس ان انا يعني اوضح حاجات معينة في موضوع الكارما ده، لان بقى في برمجيات كمان التخويف، لان احنا في فترات كتير كتير وعصور قبل كده اعتمدت اعتماد كلي على التخويف. والتخويف هو الجزء يعني، وكأن لو في جزئين في الكون، هو الحب وفي الخوف. الخوف ده اللي بيسحبك وبياخد طاقتك وبيعمل. فهو التخويف هنا والبرمجة السلبية زي ايه، وبيبدأ يتكلم على الكارما او الحاجة السلبية دي، وبقت برمجيات غلط. زي مثلا يقولك دي بتحب نفسها، دي أنانية، دي بكرة تتحاسب، دي عليها كارما. وكأن حب النفس هم شوهوه وخلوه أنانية، اللي هي أبعد ما يكون عن حب النفس، وإن دي بقى عليها كارما، وكأن الكارما هي بس العقاب. او ان الام اتحطت في وضع ان هي لو ما ضحتش بنفسها وبحياتها وبصحتها ومش عارفه ايه، ولغت نفسها تماما، فهي ما بقتش دلوقتي الام اللي تستاهل انها تبقى يعني اولادها يبروها، او ان هي الجنه بقى تحت اقدام الامهات. بس مش انتي بقى انك انتي خدتي بالك من نفسك ومن رسالتك ومش عارفه ايه، بس انتي المفروض كنت تبقي تحت رجلين ولادك وتدفني نفسك، والا فهيبقى عليكي كم برمجيات برمجيات برمجيات. لو قعدت وفككت فيها هتلاقي برمجيات التخويف والحاجات الغلط اللي احنا كلنا اتربينا عليها كتير جدا بصراحة. طيب الكارما دلوقتي انا اقدر اوقفها. يعني ايه اوقفها؟ اوقفها يعني اكسرها. يعني في حاجات بتبقى على مستوى الأجداد والعائلات وكرامات عائلات وحاجات زي كده. يعني ايه مش حاجة برضو، مش حاجة، ده لو احنا بنتكلم على الكارما اللي يعتبر السلبية، مش حاجة تخوف. هي الفكرة كلها في ايه؟ حاجة واحدة بس، انا اتعلمت الدرس. انا اتعلمت الدرس، نقطة. الكارما اتكسرت والسلسلة بتاعتها اتكسرت والكارما وقفت، بس كده. وهو بس كده. هي الكارما او الفكرة كلها ازاي ان انا ازاي اوقف الكارما دي. مثلا لو انا مثلا والدة والدتي كان عندها شعور الرفض وورثته لوالدتي، فجت ورثته لي، فانا جيت بدل ما هورثه انا لبنتي الدرس ده، فانا بدأت افهمه واتعامل معاه واعرف ايه بالظبط الدرس ده عايز مني ايه، عايزني افهم ايه علشان اتطور. مفيش دروس، يعني هو الدرس ده مش عقاب. اي حاجه في حياتنا هي عباره عن حاجات بتيجي علشان انت تتطور، علشان انت تتعلم منها. مجرد ان انا فعلا اتعلمت الدرس، الكارما دي بتتكسر. يعني التسلسل بتاعها واستمرارها بيقف، سواء كانت عندك بقى من العيله زي ما اديت المثال ده، او حاجه انت عملتها. انا اذيت نفسي في شيء معين، انا اذيت حد بطريقه معينه طول حياتي، كنت بعمل مثلا حاجه معينه، فانا دلوقتي او حد اذاني بطريقه معينه، او انا ليه بتتكرر العلاقات دي في حياتي، او الفكره فين؟ الفكره في ان انا فهمت الدرس اللي المفروض انا افهمه، واتعلمت منه واتطورت منه، والماضي ده بقى بالنسبه لي انتهى، ما عدا ان الدرس ده انا خدته في حياتي وخلصته، بس كده.